هاي حبايب، معكم شيخ موسى، اهلا وسهلا فيكم بقناه. رجعنا لكم اليوم فيديو اسطوري جدا جدا جدا. بالبدايه هذول الخمس تعليقات اللي فازوا معانا على اخر فيديو، مشان هيك بدي منكم تولعوا ام التعليقات والاشتراكات مشان نوصل 100,000 مشترك باسرع وقت ممكن. الشباب انا حاطط برنامج انه قبل راس السنه، يعني قبل عيد ميلادي راس السنه يا شباب، كل العالم يحتفلون بعيد ميلادي. واو، شخص مهم يعني جد. اوكي يا شباب، انا اتذكر من حوالي 100,000 سنه حاطط انه قبل راس السنه راح اوصل لل 100,000 مشترك، فان شاء الله هاي السنه تزبط، ما يعني تتاجل السنه الجاي. اوكي يا شباب، وكمان هذا اسمي على الانستغرام، الرابط موجود تحت صندوق الوصف، تشوفوا يومياتي البعيده عن كره القدم، وما في روح رياضيه على ستورياتي بالانستغرام. اوكي يا شباب، فيديو اليوم يا جماعه الخير راح يكون على منتخب عربي ثاني، ومنتخب عربي موهوب جدا وممتع جدا ورائع جدا وله مستقبل زاهر جدا 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 بسبب المواهب الاسطوريه الموجوده عنده، وهو المنتخب المغربي. يا جماعه نحن حاليا لما نحكي على منتخب عنده مواهب وعربي، في كثير منتخبات عربيه عندها مواهب رائعه جدا جدا، بس اتحداكم لما انت تقول منتخب عربي ومواهب واسماء قويه يخطر على بالك المنتخب المغربي، لانه عن جد عندهم اسماء شابه. يعني في عندك منتخبات ثانية عندهم أسماء عريقة جدا، ولكن المنتخب المغربي هو المنتخب يلي عنده أكثر أسماء شابة وأقوياء جدا ويلعبوا بدوريات أوروبية. برأيي هذول الكمية الرائعة من المواهب الرائعة بدهم بس إنه يلعبوا مع بعض أكثر، ينسجموا أكثر، وبدهم مدرب رائع يقدر يطالع من كل واحد قدراته الكبيرة جدا. هلا كثير منكم يقولون انت يا ابو الشيخ انت عم تمسح جوخ للمنتخب المغربي. لا يا جماعة الخير، عندك بكل منتخب عربي اسماء رائعة جدا واساطير ولعيبة عم يلعبوا بالدوريات الاوروبية، فهذا الشيء مفروغ منه. عند كل حدا من دولنا ومنتخباتنا العربية في لاعبين اساطير جدا، فلا تقولوا انه والله عم بس اوصف هذول ما عم اوصف المنتخبات الثانية، بالعكس بالمنتخبات الثانية كمان في عندهم رائعين جدا، بس المنتخب المغربي اليوم فيديو عنهم فلازم نعمل لهم مقدمه رائعه. اوكي يا شباب، فيديو اليوم راح تكون رد فعل على مباراه المغرب وجمهوريه افريقيا الوسطى. ان شاء الله تكون مباراه ممتعه جدا، ان شاء الله تكون مباراه اسطوريه جدا. ليتس جو مباراه قويه جدا. الجماهير المغربيه من الجماهير الرائعين جدا بصراحه، فللاسف انه راح سوف يكونون غيابهم مؤثر. يا شباب هذا الكرسي يزقزق كثير، لازم اجيب كرسي على بلاك فرايدي. ذكروني بعد بلاك فرايدي اذا ما جبت كرسي قولوا ابو الشيخ تبغى اجيب كرسي. تلاقت المباراة. اوه فرصة حلوة من المنتخب المغربي، اول وحدة. زياش هذا ولا حكيمي؟ لا، في عندك حكيمي وزياش، هذول ابرز يعني اثنين. ان شاء الله زياش شباب، زياش يا اخي. تشيلسي عم يقدم اداء اسطوري جدا بصراحه. المنتخب المغربي كان مفاجاه ب 2019 الشيء صار معه، فان شاء الله يعوضونها، عندهم مواهب رائعه وراح يعوضوا. فرصه لمين؟ فرصه ضد المغرب كانت، يا الله شوف الفرصه، كان ممكن لا انا قلت لكم بدهم انسجام، ممكن احسدهم. لا يا شباب رجاء ما اريدكم تخسرون. فرصه رهيبه جدا. الاول من حكيمي. الله يا حكيمي، الله عليك يا اشرف يا حكيمي يا اسطوره يا الرقم اثنين يا كرفخال الثاني. يا سلام عليك يا حكيمي يا شباب. والله انا زعلان جدا انه هذا اللاعب الموهوب غادر ريال مدريد صراحه. يعني زيدان يمكن الشيء اللي زعجني منه هو غياب حكيمي، او رحيل حكيمي، رحيل لعيبه ثانيين من الريال وعم يبدعوا بانديه ثانيه. هاي فرصه ثانيه من المغرب. خلص المغرب باين عليه مسيطر. يا حرام، فكرتها جول ثاني يجلدون منه. هذا افريقيا الوسطى يا حبيبي، يلا يا حبيبي يلا، جاي خلاص 60 دقيقة نجلده وروحوا يا حبيبي على البيت. شباب عالم يقولون ليش ما تشجع على المنتخبات الثانية؟ يا جماعة الخير هذول المباريات ما لهم وديات، فردت يا الله يا حكيمي، اشرف يا حكيمي يا اسطورة. لا قول 1-1 يا شباب، 1-1 للأسف. يا حرام، لا بس كل شيء الا تقول لي 1-1 تنتهي او مغرب يخسر. بصراحه الدفاع ضايع بكل ما تعنيه الكلمه.
دفاع المنتخب المغربي يجب ان يحل. المدرب مو عاجبني، اقول لك المدرب اني مو عاجبني. اتمنى من الجماهير المغربيه يكتبوا لي تحت شو رايكم بالمدرب، شو رايكم بالمنتخب، التفاصيل اكتبوا لي اياها، لانه اكيد انتم تتابعوا امور منتخبكم اكثر مني، فاتمنى تكتبوا لي. الكرة الثانية ولكن ضاعت. اوه جزاء 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 جزاء، والله جزاء صحيح يا شباب. زياش زياش على التنفيذ. اتذكر لما ضيع ركلة الجزاء كانت قاسية جدا عليه. اوه جول، الحارس صدى ولكن جول. زياش لازم يحسن حاله بركلات الجزاء. انا حاسس انه شخصيته او انه مو واثق من نفسه كثير، فلازم يحسن من يعني يكون عنده ثقة بالنفس اكثر، هيك حاسس انا بصراحة. اوكي 2-1. المباراة لسه مو منتهية، نص ساعة 3 اهداف، مباراة ممتعة جدا. اتوقع لو كان في جماهير. اوه هدف ثالث، الله هدف ثالث، مين دخله؟ واو 3-1. وات ذا اوه ماي جاد. لا 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 مبين عليهم، الشباب بيضوها. زياش الثالث وات زياش دخل الثالث كمان. والله انك اسطورة، والله انك عائد بقوة. الشباب هذا بعد ما راح على تشيلسي عالم ثاني، زياش عالم ثاني. اوكي شباب انا من العالم اللي ما يا رب الرابع يا رب الرابع. اوف والله شالها من على رجله. اخ شباب لحتى لك كل الفرص للمغرب، بس فرصة هاي افريقيا الوسطى اللي دخلوا عليها جول، هاي فرصة ثانية. لا اوكي تسلل يا حكم لازم. اوكي تسلل برافو الحمد لله. يعني لو 3-2 معناته كانت تنتهي 3-3، بس الحمد لله 3-1. اوه فاول خطير هذا بصراحة. ان شاء الله مو جول، 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 ان شاء الله مو جول. ول والله قوية ها. حلوة 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 حلوة. يلا يلا يلا. اخ يا شباب احس حالي بالملعب، انا انسجم مع لعيبه، انسجم معاهم هيك تحس انه اركض ورا الطابه ودخل يلا وما دخل. لا خايف تنتهي 3-1 يا شباب. لا والله هاي جزاء والله جزاء صحيح، جزاء صحيح لازم. لا ما حسبها جزاء. اوكي الحكم برافو عليك، برافو عليك يا حكم. يلا حارس. حاسس جنوب افريقيا حيدخل هدف ثاني لانه ضاغط، مبين عنده فرص اكثر يا شباب. اوه حلو كرة جول. اوه 4 اوه واو والله علق وصفق، كفو عليكم يا شباب. 4-1 مهرجان اهداف مغربي بامتياز. شوف لي التمريره التوني كروزيويه بالمليمتريه للمهاجم. ما راح اقول كريم بنزيما لانه كريم بنزيما مهاجم كويس. اوكي خلص الفيديو. الف مبروك لجماهير المنتخب المغربي يا شباب. واو 4-1. فان شاء الله على الطريق الصحيح تمشون، ان شاء الله تقدموا اداء رائع اكثر، ونشوفكم بمراكز عاليه، ونشوفكم تحملون القاب وكؤوس، لانه اللعيبه الموجودين حاليا بالمنتخب المغربي يستاهلوا انه يتوجوا بلقب او يكون عندهم يعني مسيره حافله او منيحه ومشرفه بمنتخبهم. وبس اكتبوا لي كمان تعليقاتكم برايكم. المنتخبات العربيه حاليا قويه جدا. خليني اكون حاليا الموجودين ببالي هم المنتخب الجزائري، المغربي، القطري، العراقي، من الاخير ليكم انت اكتبوا التعليق. اتوقع المنتخب المصري كمان قوي جدا، مع احترامي لك جميع المنتخبات الثانيه. هذول حاليا انا اشوفهم بس مشان ما يروح شيء من بالي. هلا منتخب سوريا قوي منتخبي، ولكن ما احس عندنا مشكله بالمدرب بالواسطات او شيء، فمنتخبنا للاسف يروح ضحيه الواسطات.
في عندك المنتخب السعودي قوي، عندك المنتخب الاماراتي قوي، بس برايي حاليا هذول الخمسه الاقوى شيء. وبس ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم، لا تنسوا تشتركوا بالقناه وتفعلوا الجرس، اعطونا رايكم بالكومنتات. كان معكم شيخ موز، بشوفكم فيديو جديد. السلام.